ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعلم ازاي نشتغل قاعده مستطيله. هنشتغلها بخيط سلسله. يا رب تعجبكم وتجربوها. يلا بينا نشوف هنشتغل مع بعض ازاي السلسله. فهنبدأ اول حاجه هنعمل عقده البدايه وهنرتفع 21 سلسله. انا خلاص ارتفعت 21 غرزة سلسلة. هفوت اول سلسلة بعد اللي على الابرة وادخل في التانية اعمل غرزة حشو، واللي بعديها هدخل اعمل غرزة حشو وهكمل غرز حشو لحد اخر الدور لحد ما اوصل للسلسلة الاخيرة ونشوف هنعمل ايه. انا وصلت خلاص لاخر غرزة. هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. وهعلم الغرزة رقم 2 تاني غرزة اشتغلتها ورابع غرزة. علمنا تاني غرزة ورابع غرزة، وبعد كده هناخد خيط البداية كده معانا وهنشتغل على الجهة التانية كلها غرز حشو. فهندخل في كل غرزة حشو، في كل الغرزة المقابلة ليها نعمل غرزة حشو. هنكمل غرز حشو على الدور كله لحد ما نوصل لآخر سلسلة، لأول سلسلة احنا اشتغلناها. خلاص وصلنا لأول غرزة حشو احنا اشتغلناها، وانا كنت اشتغلت فيها غرزة حشو واحدة. هدخل في نفس المكان اعمل 4 غرز حشو. هدخل ادي 1 وهعلم رقم 2 تاني واحدة، هعلم رقم 2 وبعدين التالتة وبعدين الرابعة، هعلم كمان الغرزة رقم 4. وعلشان انا همشي في حلقات متصلة، فدي اول غرزة انا اشتغلتها. انا مش هقفل فيها بغرزة منزلقة، انا هشتغل تاني، هسحب الخيط واشتغل فيها غرزة حشو عادية. فعشان اعرف اول غرزة هعلمها هي كمان. احنا عملنا ايه تاني؟ اشتغلت 21 سلسلة واشتغلت في اول واخر سلسلة 5 غرز حشو، في كل جهة 5 غرز حشو. انتي لو عايزة تطولي براحتك، يعني على حسب الطول اللي انتي عايزة تبدأي بيه. انا هبدأ ب21 سلسلة. هقول لكم هما طولها كام بالظبط. هي طولها بالظبط دلوقتي بعد اول سطر انا اشتغلته طولها 20. انا هكمل بقى الدور كله اللي جاي، هكمله كله بغرز حشو لحد ما اوصل لاول ماركر انا حطاه. هكمل وارجع له. انا وصلت لاول ماركر انا حطاه، هشيله من مكانه وهشتغل في الغرزة 3 غرز حشو. 1 2 3. وهعلم تاني غرزة انا اشتغلتها. انا بعلمها لان هي دي اللي هيكون فيها التزايد في كل سطر. وهكمل اللي بعديها غرزة حشو، واللي فيها الماركر برضو هشيلها وهشتغل فيها 3 غرز حشو. 1 2 3. وهعلم تاني غرزة برضو علشان اشتغل فيها لما ارجع لها.
فهعلم تاني غرزة لان هي دي اللي هيبقى فيها التزايد، وهكمل بقية السطر كله بغرز حشو لحد ما اوصل لاول ماركر تاني قابلني. خلاص وصلت للغرزة اللي عليها الدور، هشيل منها الماركر، وزي ما اشتغلت في الجهة التانية هشتغل في دي، فهشتغل فيها 3 غرز حشو، 1 2 3، وبرضو هعلم تاني غرزة لان دي اللي هيبقى فيها التزايد، وبعدين الغرزة اللي بعديها هشتغل غرزة عادي، هتقابلني الماركر هشيلها وهشتغل 3 غرز حشو، وهقفل وهعلم تاني غرزة. خلاص انا كده وصلت لبداية السطر، هشيل الماركر وهشتغل برضو غرزة حشو عادية خالص، وهعلمها تاني علشان لما نرجع لها. وبعدين هكمل السطر كله الدور الجديد بنفس الطريقة، هكمل غرز حشو على الدور كله لحد ما اوصل للماركر. خلاص وصلنا للماركر، هنشيله ونشتغل مكانه 3 غرز حشو. هنعلم تاني غرزة احنا اشتغلناها، وهنكمل كله بنفس الطريقة كده، كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو لحد ما اوصل للماركر، هشيله اشتغل فيه 3 غرز حشو واعلم تاني غرزة واكمل الدور بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه، حسب انتي عايزة قاعدة الشنطة او البورتفيه او المقلمة اللي انتي هتعمليها، انتي عايزة قاعدة الشنطة ايه، فانتي هتعلمي تاني في كل مرة هتشتغلي هتعلمي تاني غرزة لان هي دي اللي هيبقى فيها التزايد. هنكمل الدور بنفس الطريقة، هنوصل هنا عند الماركر هنشيله ونعمل 3 غرز حشو ونعلم تاني غرزة، والماركر اللي بعديه هشيله برضو واعمل 3 غرز واعلم تاني غرزة، وهكمل لحد ما اوصل بقى لأول غرزة اللي هي غرزة البداية معايا. وصلنا خلاص لأول غرزة في السطر، هشيلها وهشتغل فيها غرزة حشو، وهكمل الدور الجاي بنفس الطريقة، غرز حشو على كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل للماركر، وزي ما قلتلكوا هنشيله ونعمل مكانه 3 غرز حشو ونعلم الغرزة التانية. هي الموضوع سهل جدا وبسيط، دي طريقة عمل قاعدة مستطيلة، احنا بنشتغل في 4 جوانب، عشان نعمل الشكل المستطيل ده بنشتغل في 4 جوانب، فانا بشتغل في كل اجزاء بشتغل فيها 3 غرز حشو واعلم تاني غرزة لان هيبقى فيها التزايد. هكمل الدور بقى بنفس الطريقة ونرجع لكم نشوف هنكمل ازاي. خلاص انا كده وصلت لاخر دور، انا ارتفعت 4 ادوار بنفس طريقة التزايد اللي احنا شغالين فيها، وصلت للطول طول 25 والعرض تقريبا يعني 7 سنتي. انا هكتفي بكده فهقص الخيط، وعايزة اقول لكم ان احنا مش لازم ننسى ان احنا نلسع الخيط، لان لو ما لسعناهوش هيفك مننا ومش هيبقى ظريف وهيبوظ الشغل كله. فانا خلاص اخر غرزة دي انا
خلاص كده باقي غرزة انا مش هشتغلها. خلاص قصيت الخيط، هسحب الخيط كده وهاجي على غرزة البداية، هدخل الابرة من تحت الحلقتين واسحب الخيط. تمام. والابرة اللي انا كنت شغالة فيها هاجي هنا من الجهة دي هسحب الخيط كده. بقى الشغل مظبوط والقفلة مظبوطة. وهكمل بقى اخفي الخيط ده هنا تحت الشغل وبعدين السعه بالولاعة كده. يبقى احنا عملنا القاعدة. خلصت القاعدة المستطيلة وبكده خلاص نكون خلصنا القاعدة المستطيلة. يا رب تعجبكم وتجربوها. منسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديوهات جاية تاني ان شاء الله.